شركة جوجل عملت مؤتمر أعلنت فيه عن أدوات ذكاء اصطناعي هتغير العالم، وراحت موزعة على العالم تم المسؤوليات، والدول بقت ملزمة إنها تدرب وتعد شعوبها لمواكبة الطفرة دي، والبشر بقوا ملزمين إنهم يلبسوا رانينج شوز وينزلوا يجروا في التراك، عشان لو ما جريوش هيطلعوا مش بس من التراك، دول هيخرجوا من الزمن ويقعدوا في بيوتهم ويبقوا أوت أوف إيرا. هو إيه اللي بيحصل بالضبط؟ كوباية الشاي الجميلة والورقة والقلم، وخلونا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي ونظرية الاقتصاد. أنا أحمد سلامة، زي الكتاب ما بيقول. أهلا بيكم. التلات 20 مايو 2025 شركة جوجل عملت مؤتمر أعلنت فيه عن شوية أدوات هتغير العالم، ثورة حقيقية في مجال التكنولوجيا. يعني أهمية المؤتمر ده تقدر تقارنها بالمؤتمرات والأحداث اللي غيرت العالم. يعني يا محترم لا يقل أهمية عن إعلان بوتسدام مثلا أو خطوات نيل أرمسترونج على سطح القمر. حد يسألني ويقول لي عملت إيه جوجل يا سلامة؟ هقولك أعلنت عن تقنيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. سمع حد بيسألني وبيقول لي هي دي الأحداث اللي هتغير العالم سلامة؟ هقولك اتك على الصبر وخلينا نشوف جوجل أعلنت عن إيه. أول حاجة اتكلمت عنها هي تقنية اسمها ايجنت مود في جيميناي، عبارة عن عميل تطلب منه مثلا إنك عايز تشتري لابتوب، هو اللي هيتولى المهمة كلها بداية من التدوير والجدولة والتحليل لحد ما يجيب لك أنسب منتج يوافق توقعاتك وميزانيتك في دقيقتين وانت قاعد يا محترم على الكنبة. تاني حاجة هي جولز، عبارة عن مبرمج مساعد بيكتب الكودز والأوامر اللي بيحتاجها المبرمجين. الحاجة التالتة صديقي وهي بروجكت أسترا، أداة بتخليك تفتح الكاميرا وتسأل الذكاء الاصطناعي عن أي حاجة، زي مثلا لو عندك عطل في العربية ولا الكلب بتاعك تعبان، كل اللي عليك انك تصور والاي اي هو اللي هيحلل الوضع صوت وصورة. وحاجات تانية زي اناجين 4 اللي بيعمل صور بدقة 2K، والديب ثينك اللي بقى بيفكر ويحلل مسائل رياضية صعبة ويتجاوب معاك، وحاجات تانية كتير كلها قايمة على التفاعل معاك بشكل شخصي، مش بس مساعد رقمي، لا ده بقى شبه مساعد شخصي ليك. بس اسمح لي صديق اقول لك انك مش محتاج تنبهر دلوقتي، لان الانبهار الحقيقي لسه جاي في الطريق. الانبهار كله في تقنية فيو 3 وتقنية بلو. دلوقتي لو في دماغك مشهد معين عايز تعمله، كنت بتأجر مصورين وممثلين ومعدات ومخرجين وليلة، لكن دلوقتي انت تقدر تنتج فيديو كامل صوت وصورة بجودة خرافية في كام دقيقة بس. والجديد مش بس مشهد متحرك او صورة بتتحرك وخلاص، لا يا صديقي، انت بتشوف ناس بتتكلم بجد وبلكنتك الشخصية، مصري شامي سعودي كله موجود، وبصوتك كمان لو انت حابب، وبتزامن في حركة الشفايف زي الحقيقي بالضبط، ومش هتقدر تفرقه عن الواقع. يعني اللي كان محتاج فريق كامل يشتغل عليه شهور بقى بيتعمل في خطوة واحدة وشخص واحد بس هو اللي بيعمله. انت فاهم احنا رايحين لفين؟ احنا داخلين على حقبة مرعبة. افلام الخيال العلمي هتبقى حقيقة، واللي اتكلمنا عنه من 2 ولا 3 بقى واقع فعلا. بس انا مش هكلمك عن نظرية المؤامرة وسيطرة الذكاء الاصطناعي، لكن هكلمك عن حاجة تانية، وهي ان الادوات دي كلها كانت وظائف، والذكاء الاصطناعي في طريقه لاستبدال البشر فيها. 21 مايو 2025 شركة ناشئة سويدية اسمها كلارنا، قايمة على مبدأ اشتري دلوقتي وادفع بعدين، شغال فيها أكتر من 5000 موظف. طلع الموظف المسؤول في اجتماع مصور وعمل فيديو وأعلن عن النتائج المالية للشركة دي بنفسه، لكن بعد شوية قال إن الفيديو ده مش حقيقي وإنه معمول بالذكاء الاصطناعي، وأعلن كمان إن إيرادات الموظفين وصلت ل1,000,000 دولار سنويا، لكن ده على حساب تسريح 2000 موظف كانوا شغالين في نفس الشركة. يعني في نسبة من الموظفين بقوا عاطلين قاعدين في البيت، وفي نسبة تانية فلوسها زادت، وكل ده قالوا المدير اللي ما طلعش مدير، إنما طلع فيديو معمول بالاي اي، لدرجة إنه طلع قال إن وظيفته هو شخصيا بقت مهددة بالاستبدال. ما هو الذكاء الاصطناعي بقى بيعمل كل حاجة. وخليني أقول لك يا محترم إن دي مش أول شركة تعمل كده. شركة أرتيزان الناشئة عملت قبل كده حملة دعائية اسمها كفاية تعيين في البشر، وعملت فيديو في إبريل أظهرت فيه إن مدير الشركة بيتم طرده لتعيين الاي اي مكانه كمدير تنفيذي جديد. الكلام ده صديقي ومع إنه هزار، إلا إننا محتاجين نتوقف هنا شوية وارجع معايا لدراسة اتنشرت في سبتمبر 2024 في مجلة هارفارد بيزنس. عنوان الدراسة هو الذكاء الاصطناعي قادر على التفوق على المديرين التنفيذيين من البشر. يعني ايه الكلام ده سلامة؟ يعني من مهام المديرين التنفيذيين هي اتخاذ وتحمل القرارات ووضع الاستراتيجيات. كل ده بقى الذكاء الاصطناعي بيعمله عادي وبسعر أقل بكتير من تعيين البشر. يعني بتتكلم في ملايين الوظائف المهددة بالانقراض وملايين الموظفين في العالم على وشك التسريح، وده مش مجرد تحليل، إنما بنتكلم في نظرية اسمها تأثير جيفانس.
حد يسألني ويقول لي هي إيه النظرية دي يا سلامة؟ هقول سنة 1865 في فترة كانت كل حاجة من الإبرة للصاروخ بتشتغل بالفحم. طرح الاقتصادي الإنجليزي ستانلي جيفونس كتابه اسمه مسألة الفحم، اتكلم فيه عن استخدام التكنولوجيا وتأثيرها على استهلاك الفحم. وده ليه؟ عشان وقتها ظهر اختراع جديد اسمه المحرك البخاري بتاع جيمس وات، اللي كان بيشتغل بالفحم بس أقل شوية من الاستخدام العادي. فالمستثمرين في بريطانيا قلقوا وقالوا كده استهلاك الفحم هيقل. فطرح جيفونس نظريته وقال إن العكس هو الصحيح، لما الآلة تشتغل بكفاءة عالية وفحم قليل ده هيزود استخدام الآلة، وبالتالي استهلاك الفحم هيزيد مش هيقل. يعني لو عندك عربية بتستهلك بنزين وجبت عربية ما بتستهلكش غير نص الكمية، مشاويرك هتزيد فاستهلاكك هيزيد. فاهم حاجة؟ لكن على الرغم من ان الذكاء الاصطناعي مصنوع عشان يعمل رخاء للبشرية، الا ان ليه جانب مظلم نقدر نسميه مفارقة اقتصاد الذكاء الاصطناعي. يعني ايه يا سلام الكلام ده؟ يعني كل ما الشركات اللي بتعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي زادت، كل ما القدرة الشرائية للمستهلكين هتقل. يعني وفرة في الانتاج ومفيش حد مع فلوس يشتري، عشان مفيش عمالة فمفيش قبض فمفيش فلوس، فمين هيشتري المنتجات؟ ولو رجعت شوية بالزمن وقت السخرة والعبودية، هتلاقي إن كارل ماركس بيقول إن الرأسمالية خرجت من رحم العبودية. يعني نظام الرأسمالية لغى العبودية، مش عشان هو نظام إنساني، لكن عشان يبقى في عجلة إنتاج لازم يكون في عمال بيقبضوا فلوس عشان يقدروا يشتروا المنتجات اللي بتطرح في السوق. وهنا المفارقة بتعيد نفسها تاني. في المنتدى الاقتصادي العالمي توقع المنتدى إن السنة دي 2025 هيتم إلغاء 85 مليون وظيفة، لكن هيتم توليد 97 مليون وظيفة جديدة في مجالات مختلفة، العلوم والبيانات والروبوتات وغيرهم. لكن المفارقة هنا إن الوظائف الجديدة دي بتحتاج مهارات خاصة مش أي حد هيعرف يشتغلها، بمعنى زيادة في الطلب على الوظائف وندرة في التوظيف. هدي لك مثال، ما بين 2000 و2010 أمريكا فقدت 5.6 مليون وظيفة في قطاع التصنيع بسبب استبدالهم بالآلات. وسنة 2010 تم إعادة تعيين 39% من العمال المسرحين دول في وظائف تانية لكن بأجور أقل. يعني مش بس خسر وظائفهم، لكن اللي لقى شغل جديد بقى بياخد جنيه بعد ما كان بياخد 10 جنيه. وهنا ظهرت دراسة جديدة في 2022 بتتكلم عن آثار الركود ده، بتقول إن زيادة استبدال البشر بالذكاء الاصطناعي أدى لزيادة معدل الوفيات بجرعة زائدة من المخدرات والانتحار وأمراض القلب. ما هو مفيش شغل، مفيش صرف ومفيش ضرائب، يعني برامج حكومية أكتر، يعني مصاريف أكتر، يعني أزمة اقتصادية شاملة. وخد اللي جاي بقى، بنك جولدمان ساكس الاستثماري قال إن في 300 مليون وظيفة في أنحاء العالم يمكن استبدالهم بالذكاء الاصطناعي، ومع الوقت الذكاء بيتسارع في التقدم أكتر من قدرة مجتمعاتنا على التكيف. يعني زمان وقت الثورة الصناعية في ملايين من أصحاب الحرف والأراضي الزراعية فقدوا وظائفهم، لدرجة إن ما بين 1811 و 1816 ظهرت حركة في إنجلترا اسمها اللوديت. هتقول لي إيه اللوديت دي يا سلامة؟ هقول لك دي حركة كانت بتكسر الآلات الصناعية بسبب فقدانهم لوظائفهم قصاد الآلة. صحيح إن الثورة الصناعية بدأت وظائف جديدة وطفرة تقدمية مع الوقت، لكن ده كان على المدى الطويل، يعني وقت سمح للعمالة إنها تتكيف وتتعلم. أما الذكاء الاصطناعي فبيتقدم أسرع من أي حدث تاريخي تاني، وبكده مش كل البشر هتلحق إنها تواكب وتتعلم حرف جديدة تتناسب مع العصر أو مع ال AI. شركة ريزن بيلدر عملت استطلاع في 2023 أظهرت أن 37% من الشركات اللي اعتمدت على الذكاء الاصطناعي سرحت موظفينها كلهم، وسنة 2024 النسبة بقت 44%، والنسبة كل سنة بتزيد. قطاعات كاملة محترم مهددة بالانقراض، خدمة العملاء والخدمات المصرفية والإنتاج السينمائي والدعاية والإعلان والوظائف الإبداعية كلها، حتى الخدمات اللوجستية، كل ده هيختفي في كام سنة بس. بمعنى تاني صديقي، الرخاء هيزيد فعلا للبشر، وده حصل بالفعل مع أداة زي ديب مايند اللي تنبأت ب2.2 مليون مادة غير عضوية جديدة مقابل 50,000 مادة قبل دخول الذكاء الاصطناعي لمجال علم المواد. ونفس الذكاء طور بطاريات وألواح شمسية كان البشر هيقعدوا سنين لحد ما يوصلوا لها. لكن مع الرخاء ده الاقتصاد هيفقد أهم جانب من جوانب بقائه، وهو الطلب على المعروض. بمعنى أن شركة تسلا لمالكها إيلون ماسك بتعتمد على الذكاء الاصطناعي في الصناعة والتطوير، لكن مين هيشتري عربية تسلا لو حصلت بطالة جماعية؟ مين هيستخدم أمازون لو جيف بيزوس طور سلاسل التوريد بالذكاء الاصطناعي؟ بمعنى لو عندك منتج يقدر يشتريه 100 شخص،
وبيشتري 20% منهم. بعد ما الناس اتسرحت والمرتبات اتقطعت بقى يقدر يشتري 10، يبقى اللي هينفذ كام؟ 2. يعني ركود بين. فجوة صنعها التقدم التكنولوجي كان المفروض تكون سبب في راحة البشر، لكنها راحة مليانة مخاوف. إن في يوم من الأيام هتلاقي نفسك قاعد في البيت ملكش مصدر دخل، ولازم الشركات والحكومات تدور على حلول. وخليني أقولك يا محترم إن أبرز هذه الحلول ببساطة هو إن يتم تدريب المؤهلين للتسريح على وظائف تانية، بحيث إن ما تحصلش الفوضى المتوقعة وتلاقي سيناريو سيطرة الآلة على البشر بيتحقق، لكن بشكل اقتصادي مش خيال علمي. الخلاصة يا صديقي إننا بنعيش حاليا ثورة حقيقية تشبه الثورة الصناعية بتاعت القرن ال18، لحظة فارقة في تاريخ البشرية. لو استمرت بالشكل ده إما هتتسبب في رخاء للبشر، وإما هتتحول إلى فوضى عالمية أبطالها هيكونوا البشر ضد الآلة، العاطلين ضد الذكاء الاصطناعي، حرب وجودية جديدة. شرفتم متابعتنا، أشوفكم بخير.